هلا وشلونكم؟ اليوم راح نسوي كيكة الكراش كوكو. كيكة الشيف أحمد الزامل، بنات طعمها جدا طيب وما استعملت الكيك الجاهز، سويت كيك بدون بيض. بس قبل ما نبدي أتمنى تسوون لايك ومتابعة صفحتي على الفيسبوك واشتراك بقناتي على اليوتيوب. يلا نبدي بالمقادير ونقول بسم الله. بالبداية راح نحضر خليط الكيك. عندي حليب سائل وسكر وزيت وكاكاو بودر وفانيلا وخل أبيض وطحين. طبعا كل المكونات راح أكتبها بالكابشن فوق. خليتها بالبايركس وراح أدخلها على الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة. هنا أنا بعد ما طلعتها من الفرن شربتها كاكاو بالحليب. هسه راح نسوي طبقة الكريمة. عندي هنا 1 كوب حليب سائل، راح أضيف عليها 1 كوب من الكريم شانتيه وربع علبة حليب مكثف. راح أضيف عليها 200 غرام من الجبن الكريمي. نخلط لحد ما يصير الخليط بهالقوام. راح أضيفها على الكيكة وأخليها بالثلاجة لحين ما تبرد. هنا أنا راح أحضر الطبقة الثالثة شوكولاتة، راح أضيف عليها القشطة وأخليها بالميكروويف وأضيفها فوق الكيك. هسه راح أحضر طبقة الكراشي شوكولاتة ذوبتها وراح أخلي عليها الكوكو بوبس ونخلط، وراها راح أضيف عليها ملعقتين كبيرة من الكاكاو الخام وأخليها آخر طبقة من الكيكة. وهذا شكلها النهائي. علينا وعليكم بألف عافية. أتمنى تسوون لايك وشير للفيديو ولا تنسون التعليق الحلو، وألف عافية. يا بنت يا عبيطة، شوكولاتة ايه اللي هتدخن؟ ده الشوكولاتة دي كاكاو، يعني اصلا شجرة، يعني الشوكولاتة دي نبات، يعني في الاساس الشوكولاتة سلطة.